بيشي أم خيراتنا راديو ستارت كان يمز دكتور عزاد يوسف أخصائي نخشية داخلية وهضمية. إيرو أمي هنجي لسر كورونا مشتغلنا فيروسا كورونا أفا نهدر كتي فيروس تاليا 2019 دا الصين دركت وبشتيوي الصين درباس بيو دولتي عالمي حمية. فيروسك حيوانية يعني حيوانة نقلية إنسان وبشتراج نقبة إنسان هذا بلافد بنقبة وادا. فيروسها طبعا أعراض نيوي الرئيسي هنا أعراض رئيسية فيروس إيشا كورونا حرارتك مستمر وزيادة لسر نخوشة يا ددوي كوخك زوايا بالعادة ممكن تاليا بكوخك بالغامبيرا وياسسية بهنشك عندن أب أعراضه هرسية رئيسينا لجارناتين بهنج ممكن آفج بيفليبي سر إيش تقرقيدا هنج نخوش أعراض نهضمي وق ورشاندن وإسهالات. فيروس شواد نقلد نيف عالمي دا فيروس نانقل أول شيء بهواي فيروس فقط يه إنسان يتكخ أو يتبشك أو قطيرات تنفسي وقت بكف إنسان ببشك أو بكخد وجه إنسان جديد نقلقي يا ددوي وقت أو قطيرات تنفسي تكفن سر أسطحات كبن سر مكتبات كبن سر مثلا طاولات وإنسانك بيدستي خو بدا وي طاولة وبدا بيخوا بدا بيفلا خو وبدا شعبي خو أو جي ادنقله في طريقات دوية الرئيسية. بينما الهواء نيف عالمي دا فيروس انتقالي حتى الآن نين. طيب يما أمي تشواني حماية خو كان فيروسي أفير نحضر كتي يا مهم إجراءاتي النظافة الشخصية يكدستخوا بآف وصابون بشي هرجار هر مجال شيء بيكدستخوا بشو تقريبا 20 ثانية مدايا لازم حتى فيروس بكوجة يا ددوي أم ببشكن أو بكخن يا أما بكلينكسكي وبافيجن حاوية دا أو كوعي دستي خوا أم نبشكن وجهي عالمي دا ياسسي أم حتاج ما بمنهل تجمعات شابن خوا دوري عالمي بكان خاصة نيتكو خو أو مترك حتى دمتراجي وهيك شيتربه ياسسي طبعا خوارنق صحيا بخوان المال خوا كافي تقريبا هش ساعتا يكرازة منعتا جسم خرطتك يا مهم ترش حمتشت دوي فترات حالي دا المنطقة ما أمجي وقو أفقاس دولتي عالمي حجر صحي أم بمين المالي خوا حجر صحي جبرت شو فايدة حجر صحي أم بهل العالم دركفن عدد حالات وإصابات ويقلق زيادة بل وبالزيادة طاقة تخطورة ونخوشة وعناياتها. بينما عالم المالي خوا بمين وينخوش عدد وهندق بن وتختاروا مستشفى وبكار استيعابا وبكن والا فيروس الجل دولتا يه حجر صحي تشينكرن يهشتن عالم دركفن او استهتار بيكرن وتعامل بيراكرن انه نتشتكى كان مرحلة هدي مستشفى حملنا على حقن وللأسف إصابات جارنا دبن بهزارة وده هزار ومرن نخشي هنا لدولتنا تجي بين صد وتجي هزار يا تالي فيروس لازم أمجينا ترسن بس بنفس الوقت أم استهتار بينكن أم تعامله بشكل جدي بكن أم المالي خب مين اللي عند الضرورة حالات إسعافية نخشية تشتري غراضنا جمالي رابين عدا ذلك أم مين المال حتى المال جي نيف جندادة أم تجمعات تشينكن زياراتي قلق بحاول بعد أسبوعها أم بكارن حتى فترة سيطرة لسر فيروس وساعتها وخشبه. أنا الدكتور عبد الرحمن مشو مدير مشفى السلام في قرقلقي صار لي 20 سنة في قرقلقي مدام في عيادتي اختصاصي داخلية وقلبية. نحن خلال الأزمة هاي مشان كورونا الكورونا هي عبارة عن عائلة عندها عدة أفراد السارز واحد منهم والميرس متلازمة الشرق الأوسط واحد منهم والكوفيد 19 كمان الزمرة هاي اللي شاغلة العالم هالفترة هاي
هي الكوفيد 19. نحن هون ما راح احكي لكم عن الاعراض وعن لانه كل وسائل الاعلام حكوا عن الاعراض وعن التشخيص وعن المتابعه. الشيء اللي اقول لكم انه نحن هون مجموعه اطباء، شي حوالي 30 طبيب، حولنا 4 مجموعات طوارئ، كل مجموعه حوالي 8 اطباء من كافه الاختصاصات، وزعنا في ايام محدده، واغلقنا العيادات وفتحنا مشفى سلام للحالات الاسعافيه والعمليات الاسعافيه، وكل حسب اختصاصه. في غرفه بالطابق الارضي للحجر الصحي، في غرفتين بالطابق الثاني ايضا للحجر الصحي اذا صادف حاله. بصراحه لهلا ما في حالات كورونا عندنا، فيما يشابه حالات القريب العادي، اما شك بالكورونا لهلا نحن اطباء معبده ما لاحظنا هالشيء هذا. انتم بتعرفوا انه كل وسائل الاعلام تحكي عن هالشيء هذا، انه اذا صادفتوا حالات في مجموعه طوارئ في تليفونات خاصه. نحن لهلا الحمد لله ما عندنا حالات، عندنا حالات عاديه وحالات اسعافيه مثل المره الموسميه، يعني الرشح الموسمي العادي موجود عندنا. اما كورونا ما عندنا، وحتى لو اشتبهنا بدنا نبعث للجهات المختصه. النصائح هي كلمتين: البقاء في البيت وغسل الأيدي، هذول أهم شيء. البقاء في البيت مشان ما تنقل مرض لحدا وما تنقل لحالك ولا أولادك. البقاء في البيت هي عبارة عن وقاية، وأحسن وقاية هذا هو. وغسل الأيدي في كل مناسبة، حتى لو صافحت حدا أو لمست شي شغلة بدك تغسل إيدك بالماء والصابون، إذا في مطهر كويس، إذا في كحول كويس، إذا ما في الماء والصابون لمدة لا يقل عن 20 ثانية كافي لهالموضوع هذا. وأرجو من الشعب أنه يلتزم بقرارات الدولة، لأنه هالحظر وتسكير العيادات والدكاكين والمحلات هذا لصالح الشعب، يجب أن ننفذ. لأنه الصين التزمت بقوانين الدولة، خلصت من المرض. أنا نقول للشعب التزموا بقرارات الهيئة الصحة والحكومة الموجودة.